السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بصحه وعافيه وتكون احوالكم طيبه. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا. الفيديو ديال اليوم ماشي شهوه، يعني هو خارج المطبخ، ولكن دائما عنده علاقه برمضان الكريم، يعني ضمن التحضيرات ديال رمضان. اكيد كنحتاجوا تقضيه هكذا تكون بوفره، وخصوصا الفواكه الجافه. هذا هو السبب اللي انا جيت لهنايا صراحه، ولكن تفاجأت بالمساحه الكبيره ديال هاد ميركا مدريد. اكيد غتكونوا سمعتوا بهذا السوق هذا ديال مدريد، كاين اللي سمعت به، كاين اللي سبق لا جات، وكاين اللي عاد كتفكر انها تجي. فانا كنشجعكم حبيباتي انكم تعملوا دويره لهنايا، لان الاثمنه جد مناسبه، يعني تقريبا كتاخذوا الحاجه بالثمن ديال السوق. منطقه فيها الخضر، الفواكه، الدواجن، اللحوم، الاسماك، والفواكه الجافه، اللي كيف ما قلت لكم هذا هو السبب لان جيت ليلو. والاثمنه صراحه تفاجات بالاثمنه. شوفوا معايا كيلو ديال بينيونيس ما كاملش 21 ديال الاورو. عاملين كذلك اوفرتا ديال نويسس، يعني القرقع، حتى هو تقريبا واحد 7 الاورو و54 سنتيم. كاين اللوز هذا عاملين فيه اوفرتا 5 الاورو وتقريبا و50 ديال السنتيم. كاين الزنجلان كيف ما كتشوفوا معايا كيلو ب 4 الاورو 13. غتشوفوا في الباكيتس عندهم الاثمنه، يعني ثمن واحد وواحد ثمن اخر قدامه، هذاك هو الثمن اللي كتاخذوا عليه. هذاك يعني داخله فيه الإبا، يعني ردوا البال، يعني تكونوا كتشوفوا الاثمنه شوفوا الثمن اللي كيكون زايد شويه. كاينه الزريعه الكتان حتى هي الحجم ديالها 4 كيلو اورو 29، ثمن جد مناسب. كاينه هذا الزنجلان هذا الاسود، كيف ما كتشوفوا التصوير كان سريع شويه لان الدنيا كانت عامره تبارك الله بزاف. تقريبا كنظن ان الناس كاملين كيجيو يتخلوا لهنايا لان الثمن مناسب. كاينه هذه البورصه هذه ديال السيمياس، يعني الحبوب مخلطه، فيها الزنجلان الابيض الاسود، فيها بيباس يعني زريعه مزيونين هكذا نعجنوا بهم، نزيدوهم المخبوزات ديالنا. كاينه الانواع ديال السرويلاس، يعني ديال البرقوق اللي كنعسلوا به. كاين اللوز مقشر بدون قشر، كاينه اللوز ايفيلي، كاين اللوز مطحون، كاين اللوز كونكاسي. المهم يعني اي حاجه غتحتاجوها، الحلويات، نصفوف، الحاجات اللي كنحتاجوها هكذا في رمضان فيها موجوده. والاثمنه يعني كل نوع والثمن ديالو. غير نتوما خصكم تمشيو بكري شويه باش يعني تاخذوا الوقت ديالكم. بالنسبه لهاد الجهه ديال الفواكه الجافه فكيبقاو حالين صراحه، ولكن جهه ديال الخضر والفواكه الا كنتم مهتمين ضروري خصكم تمشيو قبل 10 ديال الصباح، لان المحل اصحاب المحلات هما اللي كيجيو يتاخروا من تما، صافي كياخذوا الحاجه اللي مزيانه وصافي. 10 الفوق كتجبرهم صافي كيشدوا كيجمعوا، واخا الدنيا باقي بكري، ولكن كيقولوا لك صافي حنا شدينا. كاينه الشريحه الثمن ديالها مناسب 5 الاورو 52 كيلو، تبارك الله زعما الخير موجود. هذه واحد الحاجه مهمه بغيت نصورها لكم، هو سكر كلاصي تبارك الله كيلو تقريبا باورو 65، يعني الثمن مناسب بزاف، خصوصا اللي كتعمل لي كوموند، اللي كتعمل الحلوى. كاينه سكر كلاصي كذلك نصف كيلو باورو 31 ديال السنتيم. القرقع عاملين فيه اوفرتا، كيعمل هذا نصف كيلو كيعمل 2 اورو 17، يعني اش غنقول لكم الثمن ماشي غير مناسب. بحال هذا الساشي ديال 200 غرام في ميركادونا كيعمل تقريبا 3 الاورو 2 اورو و 50 سنتيم. وهذا محل اخر حتى هو عملت واحد الدويره خفيفه فيه ديال المنتوجات الازياتيك، فيه الشعريه الصينيه، فيه لي صوص، يعني جميع الانواع ديال الصوصات اللي ممكن انها تخطر على البال ديالكم غتجبروها هنايا. والاثمنه ديالهم حتى هما مناسبه. كانت دويره خفيفه، ولكن اذا كنتم مهتمات حبيباتي فعملوا واحد الدويره غتجبروا بزاف ديال الحاجات. هذا زيت السمسم اللي جاوني بزاف ديال التساؤلات عليه. انا صراحه الاغلبيه كناخذه من ايبركور حيت هو اللي قريب لي، ولكن هنايا الثمن ديالو ناقص بزاف على ايبركور. كاينه هذاك البوتي راه هو ديال الطحينه، المعجون ديال السمسم. وهنايا هاد الشابلور اللي كتكون مميزه، كتعطي واحد القرمشه من الامباناداس ديالكم، الحاجه اللي كنكونوا غنعملوها باني. فهذا الثمن ديالو مناسب، وفيه تبارك الله كيلو وغيدي لكم يعني واحد الوقت. وهذه الجهه ديال الفواكه والخضر تبارك الله الخير موجود ما شاء الله. هذا البرتقال المذاق ديالو رائع والله العظيم، الا فكرني في البرتقال ديال المغرب.
حلو والمذاق ديالو مزيون صراحه. على حسب اللي فهمنا يعني من خلال الحديث الزوج ديالي مع الناس اللي كيبيعوا تما، فهما كيستوردوا، يعني هذه ماشي خاصه، هاد الفواكه والخضر ماشي غير اوريجينال ديال اسبانيا، لا يعني كيجيبوها من دول مختلفه عليها المذاقات مختلفه. كاينه كيف ما شفتوا معايا البرتقال، كاينه الاجاص، هاد الاجاص ما شاء الله كبير والمذاق ديالو يا سلام، كاينه التفاح، الكيوي، اي فاكهه اللي تخطر لكم على البال راه موجوده تما، يعني وبكميات كثيره. طبعا الانسان كياخذ على حسب الاحتياج ديالو، ولكن ملي كتكون تبارك الله الاسره كبيره وكيكون الاستهلاك، فالانسان مره يعمل هكذا شي دويره، ياخذ حويجات من هنا غتاخذوها بحال اللي غتشريوها بالثمن ديال السوق ديالها. صراحه ما عندها حتى شي علاقه بالثمن ديال اللي كنشريوها هكذا من ميركادونا ولا من الدي اولا من ليدل بين قوسين مقاطعه، يعني ما بقيتش صراحه كنتسخر منه. وكاين الكي عفوا افوكا غزاله تبارك الله كبيره وطريه، المهم كتاخذوا بحال اللي تينا في السوق ديال المغرب، كتشوف وكتلمس الحاجه وتشوفها وكتشريها يعني، وتينا عارفه الحاجه نقيه وطريه، وخصوصا انها طريه. هنا عملت لكم واحد الصوره غير باش تشوفوا الجهه، لان هذه المنطقه كبيره بزاف. اذا كنتوا غتمشيو اول مره فمشيو بكري باش تاخذوا الوقت ديالكم وتسقسيو وتقولوا لهم فين هما المواطع ديال، حيت في الاول كيجيب لك الله بان هذه منطقه ماشي مفهومه، ولكن هي حيت كبيره بزاف وكاينه الرموكات بزاف والحركه بزاف تبارك الله. واللي لاحظت انا كاينه فرص ديال الشغل تما، يعني منطقه زعما مميزه تجاريه بامتياز. شوفوا تبارك الله البطاطا باشكال وبالانواع، الكبيره الصغيره الجديده ديال القلي اللي اللون ديالها احمر، وكيف ما كتشوفوا الاحجام كثيره، كاينه الساكوس ديال 25 كيلو، كاينه ديال 15 كيلو، كاينه ديال 10 كيلو. هذه البصل اللي عامله القرون في المحلات كامله، الثمن ديالها هنايا مناسب جدا، هذه كبيره بزاف فيها 25 كيلو، كاينه ديال 15، وكيف ما قلت لكم كاينه حتى ديال 10 كيلو. المهم الخضر اللي قلتوها راه هي كاينه، غير كيف ما قلت لكم الى الخضر الفواكه الا كنتم مهتمات بغيتوا تشريو، يعني خصكم تمشيو قبل 10 الصباح باش تاخذوا الوقت ديالكم وما يزربوش عليكم. اما الا مشيتوا فوق 10 الصباح فكيبقاو يقولوا لكم راه حنا سالينا غادي نشدوا، كنجمعوا كيكونوا صافي كيجمعوا اللي بقى لهم. هنايا الجزر تبارك الله، الجزر غزاله، اللون ديالها برتقالي كيشهي ومزيونه، فيها 5 الكيلو تقريبا كتعمل 4 اورو شي حاجه، يعني حتى علاقه مع ميركادونا. هنا كنوريكم البصل الاحمر، حتى هو اي حاجه الثمن ديالها ناقص بزاف على الاثمنه اللي كنشريوهم مولفين، لا من ميركادونا ولا من صراحه حطموا الرقم القياسي في الاثمنه صراحه. تبارك الله الخير موجود، الليمون موجود، الثوم، الخيار، الطماطم كتشهي ديك ديال راما اللي النوع ديالها مزيان، كتجي مزيونه هكذاك في الشلايض وهذاك صراحه مزيونه بزاف. ودابا تبارك الله رمضان ماجي كنحتاجوها بزاف من الحريره، وطبعا دائما الشراء يكون بعقل وماشي ماشي بالتبذير، يعني كناخذوا غير الحاجه اللي غنحتاجوها. غير هي كيف ما قلت لكم الا كانت الاسره كبيره تبارك الله فمن الاحسن الواحد يعمل دويره، وقع هي بعيده شويه هاد ميركا مدريد، ولكن كتستاهل تقريبا بالسياره 31 دقيقه. ولكن معروف زعما المنطقه فين جات معروفه، يعني ما غتسلفوش. جات في ايمي 40 يعني ساليدا 12، كتوصلون دوسيد اكتوبري، يعني اوسبيتال مستشفى دوسيد اكتوبري، كتجيكم الدخله ديال بايكاس، كتدخلوا على اليمين صافي. هي يعني الديريكسيون نورمال، يعني ما كتعطيكم شي، يعني ماشي شي مطع اللي هو بعيد، ماشي على البعد يعني معقده ولا غادي تسلفوا في الطريق ولا شي حاجه. غير شبروا غير امي 40 تفوتوا الصاليده يعني الخارجه 12، تفوتوا السبيطار ديال دوسي ديال اكتوبري، غتجبروا الدخله ديال بايكاس، غتدخلوا على اليمين وصافي، وغتمشيو تما. غير شنو هو الدخله ضروري بالتيكي، بحال اللي كتدخلوا لوتوروت كتخلصوا واحد المقدار ماشي بزاف. هنا كنوريكم انكم كيعطيوكم التوصيلات، كيعطيوكم كلشي بلي فاكتور بكلشي، داكشي منظم. الناس كتخدم واخا كيبيعوا بطاطا وبصل وهذاك راه كيبيعوا بالاوردينادوريس، داكشي مسجل، داكشي معوض،
صراحه داكشي الطوب عندهم. وهذه هي الدخله ديال ميركا مدريد. بالنسبه اللي غتمشي اول مره غير سقسي، واخا تبان لك الدنيا خاويه هما غيوريو لكم كل جهه وباش خاصه. كاين كذلك حتى اللحوم، ولكن للامانه حنا ما سقسيناش واش كاينه الذبح حلال، ولكن اللي متاكدين منه هو ان الدجاج حلال، يعني عاملين سيرتيفيكا كبيره بانه حلال. بالنسبه للاسماك ما بقالناش الوقت، مره اخرى ان شاء الله، لان المنطقه كبيره كيف ما شفتوا معايا. وصافي حبيباتي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا على المتابعه، على التعليقات وعلى التواجد ديالكم في قناتي المتواضعه. نتلاقاكم فيديو مقبل بحول الله، وبدايه اسبوع موفقه للجميع. في امان الله.